الشعب العراقي دائما في الصادرة، واليوم كمان جبنا لكم باشمهندس وطالب ماجستير في ألمانيا. ممكن تعرف عن نفسك؟ أنا اسمي عبيد، أنا من العراق، شنغال، نينوى. عبيد، شو بتدرس في ألمانيا؟ أنا بدرس ماجستير الميكاترونيكي. تمام. عبيد، أنت صدقا يعني لك فترة طويلة في ألمانيا، يعني أنت درست هنا الأبيتور أو يعني الثانوية أو التوجيهي، فبالتالي لك علاقات كثير قوية بالألمان، أو على الأقل يعني اطلعت وتعرفت عليهم أكثر. فبالتالي السؤال للطلاب الجدد إنه كيف الواحد ممكن يبني علاقات بحيث إنه يقوي اللغة، لأنه اللغة كثير مهمة. صحيح، أهم شيء اللغة، لازم تتعلم اللغة الألمانية حتى تقدر تتناقش معهم وبتعمل أشياء معهم، مثل تسجيل اسمك في الفاين أو مجموعة، وتدرس معهم في فترة الامتحانات، أو بتروح معهم على الجيم، تلعب معهم كرة القدم. هيك فاينات، هيك مجموعات مهمة. تمام، يعني الفرعين هو عبارة عن مجموعة، يعني أنت لو أي تخصص بتدرسه بتكون في تخصص عندك في فئين، يعني مثلا صحيح. للبرمجة، للانفورماتيك، للميكاترونكس، أي تخصص بيكون في فئين. إيه. هذا الفئين بيكون في طلاب قدامى، ممكن واحد يدرس معهم وتاخذ خبرات منهم وإلى ذلك. صحيح. أو ممكن واحد يعمل زي ما حكيت رياضة، يعني ممكن يروح يشترك في النادي، يلعب معهم كورة، يلعب مثلا أي رياضة بتحبها. فبالتالي هاي وسيلة إنه من خلالها ممكن تبني علاقات وتقوي لغتك. هاي الشغلة كتير مهمة، لأنه للأسف في كتير بيجوا وبنعزلوا يعني فبالتالي للأسف لغتهم بعد فترة، حتى لهم فترة في ما ألمانيا. يتحسن. بالضبط. ليش؟ لأنه ما ببني علاقات وما بحاول إنه يدخل بحيث إنه يتعرف على اللغة أكثر. تمام. طيب، شغلة كتير مهمة، أنت بتعمل حاليا رسالتين ماجستير، يعني أنت بتتخلص معك شهادتين ماجستير. صحيح. كيف الواحد ممكن يعملها في ألمانيا؟ هذا صعب يعني ولا؟ في كتير ناس ما يعرفون إذا في هيك شيء ولا لا، بس هذا في بالأكثر الجامعات الألمانيا. في شيء المهم يكون الشهادتين متشابهتين. يعني في سبيل المثال أنت بتدرس الهندسة الكهربائية وبدك تدرس هندسة الحاسب كمان، هون في شهادتين أو قسمتين متشابهتين. لهيك هذا مو شيء صعب، بس أنت لازم تعمل 4 مادات هيك شيء، يعني ما في أكثر. بالضبط، يعني واحد ينسق بين التخصصين، شوف شو المواد المتشابهة وشو المواد اللي بتضل عليه. صحيح. وبيكون في النهاية إنه ممكن يخلص، يعني يكتب 4 مواد زيادة أو إلى 4 ذلك، هيك شيء ويخلص برسالتين ماجستير. برسالتين ماجستير. شكرا على المعلومات القيمة. سنة. السؤال الأخير، هل ألمانيا تستحق؟ ألمانيا تستحق، لأن الجودة التعليمية هون بالجامعات الألمانية والمدرسات الألمانية هي من أعلى جودات في العالم، لهيك تستحق. وهون في شغل، إذا بدك تشتغل هون في، ودراسة بالألمانيا هي فور فري. هاي كثير مهمة، مجانية. لازم تدفع 400 يورو كل سمستر تقريبا هيك، وما في شيء أكثر. تستحق. شكرا كثير عبيد، وحبيبي فرصة سعيدة. حبيبي. تعيش نينوى.